دائما يفكر البرلمان العراقي بوضع خطط مستقبلية لمشاريع عملاقة مهمة جدا، كالمصانع العملاقة والجسور الضخمة والمدن المتطورة. إن الشعب العراقي لقد تعب كثيرا في أيام الحكومات السابقة، وقد جاء دورنا الآن أن نجعله يلعن تلك الساعة السوداء التي انتخبنا بها. إنها ساعة الصفر لبداية المشاريع العملاقة في العراق. سنأخذكم اليوم في رحلة شاقة مع أعظم جسر في العالم، والذي يربط المدن العراقية ببعضها البعض، بدءا من الكوفة والمشخاط وطويريج والمناذرة والشامية، وصولا إلى البياع وسوق مريدي، ينتهي إلى العاصمة الفرنسية باريس. على الرغم من الصعوبات المالية التي تواجهنا في بناء هذا الجسر، إلا أننا استعنا بالأرصدة المخزنة في البنوك، وهي عبارة عن سبائك من الشحاطات الطبية ومستندات مهمة لعمليات البواسير. تعالوا معنا الآن لنتعرف على كيفية بناء هذا الجسر من قبل المهندسين المختصين بالجسور العملاقة. هذا هو أحد عمال البناء الأذكياء، والذي أنهى دراسته في جامعة سوق مريدي. إننا نضع خطة البناء بشكل فريد جدا. في بادئ الأمر نضع هنا قليلا من الرمل، وبعدها نخلط معه شيئا من الدارسين لتكون لنا جبنة ضخمة، وبعدها نحضر هذه الدنجة الكبيرة جدا بواسطة ستوتات عملاقة إلى هذا المكان، وهو مكان العمل. إن الوقت المحدد لانتهاء هذا المشروع هو 3 أيام. اليوم الأول مخصص لحقن المواد بواسطة صندة عملاقة، واليوم الثاني مخصص لإرجاع العمال إلى المصدر، أما اليوم الثالث فهو مخصص لاستقبال المعزين مع وجبة عشاء دسمة ولقراءة الفاتحة على هذا الجسر. كم أنا فخور بهذا العمل بعد إنجازه لملايين السنين. إنه رائع حقا، وسأفتخر به أمام أحفادي. ولكن لحظة، لا تنظروا إلى هذه العشبة، إنها من العاجول.